بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعيني ومتابعاتي حبايب قلبي، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله كلكم خير وصحة وعافية يا ربي. اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم أتمنى يشتركون بيها، يفعلون خاصية الجرس، يضغطون على اللايك وانطيهم قلب آني وأكون ممنونة منكم المتابعين يا حبيبات قلب الغاليات. رحت البيت أخويا اللي يمنه مو اللي بكركوك، رحت عليهم. فبنتي رناوي قالت عمه أريد أسوي حلويات، شنو يعجبك تسوي حلويات؟ قلت لها يلا حتى أصورك شو تريد تسوين؟ قالت راح أسوي لك تراب الملوك. قلت لها أنا تراب الملوك ما أكلته بس ببغداد وكلش طيب. كان يم قاسم أبو القص يسمونه هناك، معزومة من بيت خالتي يعزمونه هناك يم قاسم أبو القص، وجابون الحلو كان من ضمنها تراب الملوك وكلش طيب. قلت لها سويت أشوف نفس الشي، فبدأت تكسر الكيك وخلتها بذاك الخلاط ما انخلط ما تكسر. قلت لها المفروض كسرينه بس يعني محضرة الطعام أضبط، فقالت والله عندي محضرة طعام. جابت محضرة الطعام مثل ما تشوفون وكسرت الكيك وضافته بيها. شوفوا حبيبات قلبي، طبعا سويت كيك كتير، ما سويت كيك شوية يعني، مو بس هالقد، راح اسوي بعد همينه. قلت لها إذا شوف إذا طيب مو طيب أنا راح أصورش وأخلي متابعاتي يشوفون يعني شغلتك. هي طبعا طالبة كلية، نجحت يمكن على المرحلة الثانية راحت. أي فخلينا نشوف، هي بعدها صغيرة يعني. قلت لها خلي نشوف متابعاتي والمتابعين يشوفون شغلك، يشوفون هم يميزون حلو مو حلو، ما أعرف أني أو مضبوط مو مضبوط ما أدري. راح أصورك وأنشر شو اسمه تراب الملوك اللي سويتي انتي. شوفوا هم خلت هذا، هي أنا خلته بهذا الكاسة وراح شوف تكسر مرته الأخرى تقول عمه أنا من أخلي بهذا الخلاط ما كسر، هو يتكسر من كيفه، بس بهذا الخلاط الكبير العملاق لا لازم يعني ما تكسر، ما أعرف ليش. فأني مش قلت لها، قلت لها أني راح من أروح للبيت راح أسوي حلال خشخش، وأني بحياتي ما مسويته ولا مسويته ولا منزلته باليوتيوب. يعني أنا راح أسوي حل الخشخش وهمينه أنزله في اليوم من أروح للبيت، يعني أنزله بقناتي ونشوف يعني يصير يعني ينجح الطريقة اللي أسويها أني أو ما ينجح ما أعرف. هنا خلت كريم شانتيه 2 مثل ما تشوفون، ترى شوفوا دورت للمقص وماكو، سبحان الله المقص من تريدينه ما موجود، ولمن ما تريدينه قدام عينك. صايرة بيكم هالشغلة، الحاجة اللي تريدينها ماكو، من ما تريدينها قدام عينك، يعني سبحان الله دائما هيك يصير بي أنا بالبيت. فجابت السكينة وقصت، خلت قيمر شو اسمه وحدة كاملة من الكبار، باكيت وخمس خواشيق شو اسمه حليب المدهش، وخلت 3/4 كوب مي. هذا تكمل كانت مخليه نص، قالت كوب وربع، وهذا يمكن شو اسمه ربع بيها الحليب الفجر المكثف، بيها تقريبا ربع هاي القوطية، ما كان بيها باقي. يعني ما باقي بيها وما كان بيها باقي عادي السحقات. وهذه همينة فانيلا وراح تخلط. فأنا ايش قلت لها؟ قلت لها المي اللي خليتيه قليل. قالت لا تعال نشوف بعدين. قالت اي والله قليل من شافنا ما تنخلط. قلت لها خلي بعد مي. قالت اي راح اكمل الكوب كامل. فخلت كوب واحد يعني، بس يعني خلت انه ربع وهي مخلية 3/4، فصار كوب كامل مي خلت عليهن. بس المفروض لان هي مخلية كريم شو اسمه كريم، هذا شو يسمونها كريمة شانتيه، المفروض يعني المي بارد فد مرة حتى يعني تثخن. هي هم ما عرفت يعني، لأن ما تقول يعني أول مرة وهذا على مود التصوير مثل يعني ما أعرف يعني تخربطت على التصوير. فقالت كل مرة أنا أسويها وتنجح بيدي. قلت لها مو مشكلة،
شوفوا ايش سويت حبيبات قلبي. نثرة هاي بالفايركس البسكت المطحون، شوفوا، وخلت عاد من هذا الخلطة اللي سويتها فوقها، وسويت هيجي خلطات. شوفوا حبيباتي، بس هي صارت يعني لو بكاسات بعد أضبط. إن شاء الله في يوم من الأيام أنا هم أسوي لكم، بس أخليها بكاسات. بالكاسات أضبط تطلع، أنا يعني أحس، مو بالفايركس. بالفايركس ما تطلع مضبوطة. وإن شاء الله في يوم من الأيام أسوي لكم هذا التراب الملوك حبيبات قلب الغاليات. شوفوا حبيباتي، تقول صدق قبل ما أنسى، ألف هلا بالمشتركين والمشتركات الجدد. نورتوا قناتي وهي منورة بالعتيجات والأسطانيات حبيبات قلب الغاليات. شكرا جزيلا لكم ولتعليقاتكم الحلوة، أشكركم من كل قلبي حبيباتي. وهاي لينا سميرتهم الحلوة هذه، لينا هم حفيدة أخويا، الله يحفظها يا ربي. شوفوا حبيباتي الغاليات، تكمل رنا خاتون تسوي لي حلا خطية من اروح عليهم ما تعرف شو تسوي. عم شو تحبين اسوي لك؟ عاد قلت لها والله عم تدور تصوير، يلا نشوف ايش عندك اصور خطية. اي والله عاشت ايدها، والله ما قصرت حبيبة قلبي رنا. عاد هي ايش راح تسوي؟ تكملهن، من تكملها تخليه بالثلاجة. هذا شو وقت سوينا العصر، وخلينا لليل، وأنا بقيت يمهم لليل ورجعت البيت أبو يونس. بيت أبو يونس هسه يقول له كثير ما تقعد. لا والله مو قصة ما أقعد، بس أم أماني قالت اليوم أروح أبات ببيت أهلي. فأنا يمينة كنت بيت أخويا. أنا وصلني شوية بعيدين من عندنا، يمنا هم بحي يسمونها حي تآخي، بحي تآخي بيت أخويا. رحت قلت لها والله أكو يعني فواتح أنا لازم أروح أسلم، ما يصير. فقالت لي إذا تروحين يعني تروحين بيت خالي. قلت لها إي أنا أروح من بيت خالك، آخذ مرت خالك شوية على الفواتح ونروح. فعاد قالت أنا أروح البيت أهلي واحتمال بات. قلت لها بكيفك. راحت أخذت اتجاه العداني، رحت، وهو أبو أماني إجا وصل أم أماني لبيت أهلها. شوفوا حبيباتي هنا بعد ما كملت، شوفوا بس يعني شكلها ما أعتقد راح يعجبكم، بس طعمها كلش طيب. شوفوا حبيباتي، أنا لزمت لها الماعون حتى تخلي بيه، حتى ما يصير خطأ أو شي، بس والله طيبة. المهم فأنا رحت البيت أخويا وبقيت يمهم لل 12، واتصلت بابو أماني قلت له تعال وديني على البيت. قال بالبيت ماكو حد بس أني. قلت له لا تعال وديني البيت أبو يونس، من زمان ما بيت يمهم، وجهالي يبكون علي يقولون أنت ما تريدينه ما تجين. فجيت البيت ابني أبو يونس بيت أثير، وأنا هسه يمهم جا أسوي لكم هذا المونتاج، لأن أنا قعدت من وقت وهم نايمين، فقلت فرصة أسوي مونتاج لهذا الفيديو اللي صورته البارحة. شوفوا حبيبات قلب الغاليات، طبعا ظلينا قاعدين إلى أن أذن الصبح، أذان الصبح. قاعد يوسف وبتبتة وعلوش، علوش نام، وأني والأرأش يوسف نلعب. أني من أجي بيت ابني أو يوسف يجيبون علي نلعب، ألاعبهم أنا وياهم نلعب. يعني تعرفون أطفال ويعني تلاشينهم، أنا حيل أحبهم وأحب ألاشيهم. شوفوا حبيبات قلبي، هذا كان الحلا مال بيت أخويا وكلش طيب كان، وتمنيتكم أكلتوا من عنده، وسهمكم ألف عافية. أشوفكم فيديو جديد وأقول لكم مع ألف سلامة.